حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل قراءه مع بعض. يعني لو جواك قلق او جواك خوف من مصير العلاقه، تعالى اقول لك ايه هو مصير العلاقه من ناحيته. لان انت حاسس ان انت محتار او مش قادر تاخد قرار، ف هنشوف ايه هو مصير العلاقة لو انت قلقان او محتار، علشان خاطر تطمن وبالك وقلبك يرتاح. طبعا دي قراءة عامة لأي حد طاقته جابته ان هو يشوف الفيديو. اوكي، هنبتدي مع بعض بسم الله. طيب، بداية كده انا شايفاه ان هو تعبان ومخنوق. الشريك يعني او الحبيب، وانت كمان شايفاك ان انت كمان بتعاني من تعب، بتعاني من خنقة. بتحاول تهرب من الناس. شايفاك كمان منتظر شيء معين، او كأنك بتقول لنفسك يعني انا مش ههدى او مش هرتاح غير لما الشيء اللي نفسي فيه ده يتحقق او يحصل. يعني تمام، لان الشيء ده انت نفسك فيه بصورة كبيرة جدا، يعني الدرجة اللي انت بتدعي ربنا ليل ونهار ان الشيء ده يتحقق او ان الشيء ده يعني انت تحصل عليه. تمام. شايفاك كمان اتخدعت كتير. اتعرضت يعني للخداع من الشخص ده. شايفة كمان ان هو بيراقبك، شايفة ان حبيبك او شريكك او الشخص اللي انت بعيد عنه ده بيراقبك. حاسس ان هو السبب وهو عارف ومتأكد وحاسس ان هو السبب في الخديعة اللي انت فيها او اللي انت تعرضت ليها، او ان هو عارف ومتأكد ان هو حطك في موقف وحش او في يعني تسبب لك في ازمات نفسية وحطك في مواقف وحشة كتير. طيب، زي ما قلت لك انا شايفاك ان انت تعبان ومخنوق، وشايفاك ان انت زعلان جدا جدا من الشخص ده، وبتحمله مسؤولية تدميرك او تعبك النفسي خلال الفترة اللي فاتت. مش قادر تنسى اللي عمله معاك، مش قادر تنسى الوجع اللي هو سببه لك. وانا شايفاه ان هو ندمان على اللي عمله معاك، وزي ما قلت لك بيراقبك. عايز يعرف ايه خطواتك الجاية، او عايز يعرف انت هتعمل ايه. ممكن يكون خايف ان انت يعني اسمها ايه خايف ان انت يعني يفقدك، خايف ان هو يفقدك. تمام. طيب، كمان في سر انت هتعرفه، ممكن ما تكونش واخد بالك منه، بس لو ركزت هتعرفه. ومش شرط السر ده يكون سلبي، ممكن يكون سر ايجابي ويكون ليه دور ايجابي في العلاقة اللي ما بينك وما بينه. طيب، زي ما قلت لك الشخص ده منتظر شيء منك، في حاجة هو مستنيها منك. ممكن منتظر ان انت تاخد خطوة، او منتظر ان انت تلمح له، او منتظر ان انت تبين له مثلا ان انت مستنيه، او ان انت عايزه يتواصل معاك او يتكلم معاك. انت كده كده اوريدي شخص مش غامض. آه، اي حاجه بتعملها وكل حاجه بتعملها هو بيعرفها، لان زي ما قلت لك هو بيراقبك، وكمان كل اللي حواليك، لان انت شخص مش غامض، شخص واضح وصريح. مش بتحب تكون غامض، او مش بتحب تخبي حاجه. لكن زي ما قلت لك هو عنده فضول وبيراقبك بصوره كبيره جدا، عايز يعرف حاجه معينه. زي ما قلت لك ممكن يكون خايف ان انت يعني حد تاني يعرض عليك حبه، تعجب بحد، ترتبط بحد. فهو ده ممكن اكيد الشيء اللي هو منتظر ان هو يعرفه عنك. طيب، بالنسبة للشخص ده شايفاه ان هو بيفكر فيك وبيفكر في العلاقة وفي اللي حصل ما بينكم، ونيته مش نية بعد، عايز يقرب. ونواياه ليك ان هو زي ما قلت لك عايز يقرب منك، مش عايز يبعد، وعايز يشوف حل. لكن هو للأسف دلوقتي محتار وعايش في دوامة، مش عارف يعمل ايه. محتار، عنده حاجات كتير قوي عايز يعملها، محتار في اختيارات كتير جدا، فحاسس ان هو زي ما يكون في دوامة. زي ما قلت لك شايفة ان هو في حب من ناحيته ليك، وشايفة ان نواياه ليك صادقة، وهو عارف قد ايه ان هو بيكون يعني سعيد ومبسوط وهو معاك.
وفي كمان طاقة حب وتعلق وتمسك بيك ومحتاجك جدا جدا في حياته، ومن غيرك بيحس بفجوة كبيرة جدا وبيحس ان هو مش متزن. طيب، شايفة ان الشخص ده شايل هم كبير وشايل مسؤولية، لدرجة ان ابتدت قوته تضعف من كتر المسؤولية اللي هو شايلها او من كتر الضغوط اللي هو شايلها. كمان انت عارف ومتأكد ان الشخص ده مش هيكون مبسوط من غيرك ولا هيكون سعيد. واثق قوي قوي انت من نفسك ومن حبك ومن قدراتك للشخص ده، وعارف انه بيحبك. زي ما قلت لك، شايفة ان الشخص ده نواياه ليك ما فيهاش تلاعب، دايما بيفكر فيك ودايما بيشوف نفسه معاك. يعني نواياه ليك زي ما قلت لك نوايا سليمة ما فيهاش اي تلاعب ولا فيها اي نوع من الخديعة. تمام. عايزك معاه وعايزك تكمل معاه وعايزك تكون في علاقة مستقرة معاه. طيب، هنسحب كده كروت مع بعض علشان نشوف بقى هو طب ليه هو بيعمل معاك كده، ليه محسسك انك مالكش مكان في حياته او مالكش لازمة في حياته. فهنشوف مع بعض ليه هو بيتصرف بالطريقة دي او بالاسلوب ده، لان انت مليت وزهقت من الطريقة دي ومليت وزهقت من الاسلوب ده. طيب، انت لو جيت سألته السؤال ده، لو قلت له انت ليه بتعمل معايا كده، ليه محسسني ان انا ماليش مكان في حياتك، هيقولك ده من وجهة نظرك، انت اللي شايف كده، لكن اللي جوايا ليك غير كده. تمام. فممكن تكون انت اللي يعني حساس زيادة عن اللزوم، او بتكبر المواضيع زيادة عن اللزوم، او ممكن بتفهم الامور مش بمفهومها الصحيح. يعني ممكن تكون انت اللي شايف ان انت مالكش دور في حياته ولا ليك اهمية في حياته، لكن زي ما قلت لك هو بيحبك وعايزك في حياته، وما بيكونش مبسوط غير وهو معاك، وما بيكونش سعيد غير وهو معاك، وهو شايفك انت الشخص المناسب بالنسبة له. هو بس مشكلته ان زي ما قلت لك هو شخص مشتت ومش قادر ياخد قرار، لكن نوايا ليك نوايا طيبة. تمام. وللأسف برضو هو ممكن يكون بيتصرف تصرفات مش يعني بيعمل أفعال غير اللي في تفكيره. يعني ممكن يكون هو متسرع برضو شوية في أفعاله أو في ردود أفعاله. تمام. فهو محتاج ان هو يكون متوازن أكتر. وكمان شايفة ان هو ممكن يكون عنده موانع مادية، لكن انت من وجهة نظرك شايف ان مفيش اي مانع ممكن يقف قدام شخص بيحب شخص تاني. انت يعني مادام انت بتحبني يبقى خلاص مفيش حاجة واقفة ما بينك وما بيني حتى لو كانت الفلوس. تمام. لكن هو برضو شخص عقلاني شوية، ما بيحبش ياخد خطوة غير وهي محسوبة، غير لما يدرسها، غير لما يبقى عارف هو رايح على فين، غير لما يبقى عارف هو هيعمل ايه. ما بيحبش يتصرف كده تصرفات غير محسوبة. تمام. انت عايز تعرف امتى هو هيتحرك، امتى هيحسسك ان هو بيحبك بجد. هو طول الوقت بيراقبك في صمت، انت مش عاجبك كده، انت مش عايز صمته، انت عايزه يتكلم. علشان ما طول ما انت طول ما هو ساكت انت شايفه ان هو مش عايزك، او شايفه ان هو مش محتاجك في حياته طول ما هو ساكت. لكن مش معنى ان هو ساكت ان هو ما بيحبكش وان هو مش عايزك، لا، هو مش قد ان هو ياخد خطوة دلوقتي، او مش قد ان هو يقدم على الخطوة دي دلوقتي، لكن مش معنى كده ان هو ما بيفكرش فيك. تمام. كمان شايفاك انت شخص راسم طريق لنفسك وعايز تواجهه. انت في حاجات معينة انت نفسك ان هو يكلمك ونفسك ان هو يتواصل معاك، علشان انت جواك كلام كتير قوي عايز تقوله له، عايز تواجهه، عايز تكلمه. وهو للأسف بيهرب من المواجهة لان هو شخص ما بيحبش يواجه. هو بيحبك وبيفكر فيك وعايزك ومحتاجك، لكن من غير ما ياخد خطوة، وده تعبك انت. تمام. انا شايفة ان هو هيبتدي ياخد خطوة، لكن الخطوة دي مش هتكون خطوة قوية او مش هترضيك. يعني ممكن تكون هو متباطئ شوية في اتخاذ قراراته او في خطواته. شايفة ان هو ممكن هياخد خطوة بس الخطوة دي مش هترضيك. انت كمان يعني انت كمان متسرع قوي 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 ومنتظر ان يعني عايز كل حاجة تحصل بسرعة. لا، لازم تهدى، تبقى ريلاكس. زي ما قلت لك الشخص ده نواياه ليك طيبة، لكن هو في موانع، في حاجات واقفة قدامه، لكن انت طول الوقت مستعجله. انت مش عايز اي مانع يقف قدامك وقدامه، حتى لو موانع مادية، حتى لو ايا كان ايه اللي كان بيحصل. انت بتقول مادام هو بيحبني مفيش حاجة تمنعه عني ومفيش حاجة تبعده عني. لازم ياخد خطوة، لازم يجي مثلا يكلمني، لازم يصالحني، لازم يرجع العلاقة. تمام. لكن هو بيفكر بعقله، مش عايز ان هو يوعدك وعد هو مش قده، ومش عايز ياخد خطوة هو مش قدها. تمام. لكن هو هياخد خطوة، لكن مش هتكون الخطوة القوية اللي انت منتظرها. ممكن تكون بداية تلميحات بكلام ليك. اوكي، ماشي.
طيب حبايب قلبي، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.